تعالوا بقى النهاردة نعمل موس الفراولة، تحلية سهلة وسريعة من غير فرن. عندي هنا 10 بواكي بسكوت شاي طحنتهم ناعم زي ما انتوا شايفينها كده. انا استخدمت اولكر فينجرز، ممكن تستخدمي اي بسكوت شاي بتحبيه. ده قالب زبدة حوالي 100 جرام، نزلتهم في الكبة تاني وضربتهم مع بعض، وحطيت فنجان لبن، فنجان بس ما نزودش قوي اللبن عشان ما نخليش البسكوت مبلول، يعني فنجان كفاية قوي. شايفين قوامه بقى عامل ازاي؟ تضغطيه كده هتلاقيه يمسك في بعضه. جبت الحلقة بتاعت قالب التشيز كيك، ما استخدمتش القاعدة. نضغط بقى البسكوت كويس، استخدمت قاعدة الكوباية عشان اضغط البسكوت كويس عشان يبقى ماسك في بعضه كده، ما يبقاش مفرول. ضغطته كويس قوي بالكوباية. بعد ما اتأكدت ان البسكوت خلاص مسك بقى في بعضه، هدخلها التلاجة لحد ما نخلص بقية المكونات. نسيبها في التلاجة تمسك نفسها. عندي هنا باكو الجيلي اللي فيه 3. انا استخدمت جيلي دريم. هحط ال3 بواكي وهحط عليهم نص كوباية مية سخنة، وبدأت بالجيلي علشان لما نيجي نحطه يكون برد. حطيت ال3 بواكي نص كوباية مية ودوبت الجيلي كويس. الخطوة دي بنبتدي دايما بيها علشان لما نخلص بقية المكونات يكون الجيلي بارد، مينفعش نحطه على الكريمة وهو سخن. خلاص كده دوبنا الجيلي، وبرضو لما نيجي نحطه هنصفيه علشان ما يخرصش مننا. عندي هنا كوباية ونص كريم شانتيه خام، نص كوباية سكر بودرة، والسكر البودرة انا خلطه عشان لو في اي قطع كده مكلكعة ما تنزلش معانا. كوباية لبن ساقع، انا بحب احط اللبن في الفريزر شوية قبل ما استخدمه مع الكريم شانتيه. كل ما كان اللبن بارد كل ما كان الكريمة انجح. شايفين بقى القوام اللي وصلنا له؟ هو ده اللي احنا عايزينه. هنجيب بقى علبتين زبادي. حطيت علبتين الزبادي، وفي نفس علبة الزبادي حطيت كريمة لباني. عايزة تستغني عن الكريمة خالص وتكتفي بالزبادي والكريم شانتيه ممكن، بس الكريمة اللباني بتديها طعم تاني خالص. حطيت كوبايتين زبادي، وفي نفس كوباية الزبادي عايرت كوبايتين كريمة لباني. بصفي الجيلي زي ما قلتلكوا علشان ما ينزلش اي قطع كده وكتل تعمل لنا كلاكيع في الكريمة. هنضربه كويس قوي بقى مع الكريمة بتاعتنا لحد ما يختفي الجيلي خالص. ادي الموز بتاعنا اهو. نطلع بقى البسكوت بتاعنا من التلاجة، ننزل عليه بالموز ونساوي بقى الوش كويس، ونحطها في التلاجة لحد ما تبرد وتتماسك. وعلى ما تتماسك هنعمل الصوص اللي بنحطه على الوش. شايفين بقى الكريمة لونها حلو ازاي؟ سهلة وسريعة ومناسبة جدا للصيف. انا متأكدة انها هتعجبكم، هتعملوها على طول. عندي هنا نص كوباية مية وحطيت لها معلقة كبيرة نشا، وهقول لكم هنستخدمها في ايه دلوقتي. عندي هنا كوباية فراولة حطيت عليها 3 معالق كبار سكر، 3 معالق صغيرين جيلي، ونص كوباية مية. حطيتهم على النار الاول الفراولة، وبعدين سبتها تغلي 10 دقايق عشان احنا مش عايزين الفراولة تدوب، يدوبك 10 دقايق بس. رحت نازلة عليهم بالنشا، اول ما خد غلوة رحت طافية عليه لان احنا مش عايزينها تتقل قوي. شايفين القوام اللي احنا وصلنا له؟ هو ده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه. بعد ما الصوص بارد معانا خالص رحنا حاطينه على وش الموس وحطيناه في التلاجة تاني لحد ما الموس مسك نفسه كده زي ما انتوا شايفين. شايفين مسك نفسه ازاي؟
لما سقع بقى ماسك نفسه، هو كل ما يبرد بيمسك نفسه. تعالوا بقى نقطعها كده ونشوف قلبها عامل ازاي. شايفين بقى لونها؟ شايفين متماسكة مش سايحة؟ الصوص كمان متماسك مش سايح وفي نفس الوقت مش جامد. يعني معلقة نشا كفاية، والجيلي اللي حطيناه على الصوص عشان نحافظ على اللون الأحمر بتاع الفراولة وناخد كمان طعم الفراولة منه. تحفة، كأنك بتاكلي آيس كريم. بجد هتعجبكم قوي، وتحلية سهلة ولا فيها فرن ولا فيها حاجة. يا رب تكون عجبتكم، متنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.